اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين النهارده روتين تشجيعي، كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه. روتين النهارده كله في المطبخ، هنجهز الغدا مع بعض وهنخلص حاجات كتير ورانا. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو كنتوا بتشوفوني اول مره. يشرفني اشتراككم في القناه. نسمي الله بقى ونشوف ورانا ايه. اول حاجه كان عندي غسيل، كان عندي ملايات وفوط حطيتهم في الغساله، واستنيت الغسالة لحد ما خلصت عشان انشر الغسيل قبل ما ادخل المطبخ. طبعا عارفين لما بندخل المطبخ نص النهار ويروح واحنا واقفين على رجلينا، مش بنعمل اي حاجة تانية لحد ما نخلي المطبخ زي الفل. فقلت بقى اخلص اللي ورايا بقى، اللي هما غسيل او اي حاجة في الشقة، خلصتها الاول وبعد كده ايه قلت ادخل المطبخ اشوف ايه اللي ورايا. المهم نشرت طبعا الغسيل، والناس اللي هي كانت بتسالني انت ازاي حاطه المنشر قدام باب الشقه والناس طالعه ونازله. حبيبتي انا ساكنه دور اخير، فمفيش حد بيطلع ولا بينزل غيري، فعشان كده انا مستسهله الموضوع حاطه المنشر قدام باب. وبالنسبه لهدوم الشتاء انا بنشرها على البلكونه، بس هدوم الصيف اصلا خفيفه ومش بتاخد نص ساعه وبتكون نشفت. تمام. نشرت يا بنات الغسيل ودخلت على المطبخ عشان اجهز لهم الغدا. طبعا الحمد لله يا بنات انا ركبت موتور الميه. طبعا انا حسيت براحه رهيبه من بعد ما ركبته. الاول طبعا كنت تعبانه جدا ومرهقه جدا، مفيش نوم. واخر فتره بقى كانت الميه متجيش غير ساعه واحده. تمام. ساعات كانت تاخد باليومين ما تجينيش الميه او توصل لي الميه. فالحمد لله بعد ما ركبت الموتور فرق رهيب. طبعا بنام براحتي، بصحى براحتي، بخلص حاجتي في اي وقت انا عايزاه. مش بضطر ان انا اقعد طبعا من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 7 الصبح، ان انا اجري ورا الميه في الوقت ده، ان انا عايزه اخلص كل حاجه ورايا في الساعتين دول. دلوقتي الحمد لله بصلي الفجر وانام. الاول كنت اصلي الفجر وافضل صاحيه طبعا، والمدارس كانت هتبدا طبعا، الموضوع بيبقى ارهاق اكتر وتعب اكتر. الحمد لله ونشكر ربنا على كل حال. دخلت بقى المطبخ وهعمل لهم النهارده الغدا كشري. طبعا الكشري ده العشق، كلنا بنحبه. انا بحبه قوي وممكن اكل كشري كل يوم، مش هقول لا، بحبه قوي. تمام يا بنات. اول حاجه طبعا عملتها في الكشري ان انا غسلت العدس كويس جدا. لازم يا بنات نغسل العدس لحد ما الميه تبقى شفافه. بعد كده حطيته على النار ياخد له كده ايه مع رشه ملح كده لحد ما يتسلق. وطبعا على الناحيه التانية حاطه الحمص. طبعا الحمص طبعا نقعاه قبلها ب5 6 ساعات، وبعد كده غسلته كويس وحطيته لحد برضو ما يتسلق. قطعت البصل جوانح مع معلقه كبيره من الملح وسبته لحد ايه ما يتحمر. واول ما يتحمر اخد الزيت بتاع البصل، هي دي التركايه بقى اللي بتدي طعم جميل للكشري. الزيت بتاع البصل اعمل بيه ايه الرز. تمام يا بنات. الرز طبعا رز بشعريه عادي، معلقتين 3 من الزيت، وبعد كده نزلت بالشعريه حمصتها، وبعد كده نزلت بالرز المغسول ومصفاه كويس. وبقى حطيت مكعب مرق ورشه من الفلفل، وايه قلبت كله مع بعضه وسبت الرز على نار هاديه لحد ما يستوي. هنا بقى بعمل الدقه. زي ما انتوا شايفين الدقة اسهل ما يكون، برضو بنفس الزيت هاخد معلقتين 3 من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. حمرت بقى التومة، وبعد كده نزلت ب3 4 معالق من الخل، ونزلت بعصير الطماطم. التوابل بقى مكعب مرق، رشة من البابريكا، رشة من الكمون، رشة من الفلفل الاسود، وتقدري تضيفي ايه شطة لو عايزة. وهنا غدانا كان جاهز. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله الكشري رهيب وطعمه كان خطير بجد. المهم اتغدينا والحمد لله وربنا يحفظها علينا نعمة. نلم بقى المواعين اللي هي بقى مواعين كتير قوي. احنا عارفين طبعا الكشري مواعين كتير قوي، بتعملي كذا حاجة، طبعا المواعين بتكتر. طول ما انت شغاله في المطبخ تسحبي ده وتسحبي ده، هتبصي كده تلاقي الحوض كله اتملى. ما علينا احنا قدها وقدود. ابتديت بقى اغسل المواعين، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا يا بنات المدارس قربت خلاص على الابواب. ننظم وقتنا ازاي في المدارس؟ طبعا الاولاد في فتره الاجازه واخدين راحتهم، يعني بيصحوا براحتهم، بيناموا براحتهم، بيلعبوا، بيخرجوا. فهنيجي بقى قبل المدرسه نعود كده الاولاد قبل مثلا المدرسه بكام يوم كده، ننيم الاولاد بدري شويه، بحيث ان انتي ايه لما تيجي المدرسه ما تحسيش بتعب. يعني حاولي كده مثلا كل يوم كده خليهم يناموا ساعه بدري. يعني لو هما متعودين بيناموا مثلا الساعه 1 نايمين الساعه 12. لو هما متعودين ان هما بيناموا مثلا الساعه 2 نايمين الساعه 1. هت ايه نزلي ساعه كده، بحيث ان انتي اول ما تقرب المدرسه يعني تكوني مثلا بيناموا على الساعه 10 او الساعه 11. يعني ما استناش المدرسه تفتح وابتدي انظم وقت نومهم، لا انا قبلها انظم وقت نومهم. يكون قبلها طبعا واخدين فترة راحة. الجسم اخد فترة راحة من السهر اللي كان طبعا سهر كتير. احنا عارفين الاجازة بتبقى سهر كتير، فطبعا قبلها باسبوع هيبقى ايه اتعودوا على حاجة معينة كده، كل يوم هنقلل ساعة هنقلل ساعة.
فطبعا انت هترتاحي وهم هيرتاحوا ان شاء الله. ربنا يكرمهم وتكون ان شاء الله سنة سعيدة عليهم وسنة خير، ونشوفهم في احسن حال يا رب. خلصت يا بنات البوتاجاز وخلصت الرخامة وظبطت كل حاجة مكانها. طبعا لمعت الحاجة على الرخامة زي ما اتفقنا، الحاجات دي طبعا لازم تتلمع يومي. واخر حاجة كانت بقى الحوض، غسلته كويس وبعد كده شطفته طبعا كويس. وده بقى يا بنات كان نهاية الفيديو. بتمنى النهاردة الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لا عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.